قبل ما اخش في الموضوع، يعني بعض التعليقات بتأتيني ان انا بقرأ من ورقة. يعني انا مش عارف، انا لا ادري ما العيب في ان انا اقرأ من ورقة في بعض المواضيع. تمام. لان هذا يدل على النظام وحسن ترتيب الافكار، لان الورقة دي مش حد كاتبها لي، يعني انا اللي ببقى محضر الحلقة وكاتب، مش فقط رؤوس الاقلام، قد كاتب بعض النقاط. تمام. في اشياء ينفع فيها الارتجال، في اشياء ما ينفعش فيها الارتجال. انت خد بالك لما بتتكلم في مسائل فلسفية او في مثلا علم الحديث او في اشياء من هذه الامور، لابد يعني ان تكون مرتب افكارك والنقاط التي ستتكلم فيها. فانا لا ادري ما العيب في ذلك، ده هذا يدل على حسن التنظيم. خلينا نبدأ في الموضوع.